بدعوة من الدكتور فارس سعيد رئيس لقاء سيدة الجبل، لبى الشيخ عباس الجوهري والمركز العربي للحوار والدراسات المشاركة في ندوة وحوار مفتوح تحت عنوان الدستور أولا، التي أقيمت في منطقة الأشرفية في بيروت. وتخلل الاجتماع اتصال من دولة الرئيس المكلف نواف سلام بالحاضرين، حيث هنأه الجميع بقدومه معتبرين أنها فرصة تاريخية لبناء لبنان جديد. أنا بدي أقول لك إنه العقل الشيعي اليوم مصدوم، يعني وصل يعني بسرعة انهارت أمامه كل سرديته عن نفسه وعن الآخرين، وبالتالي كيف يمكن أن نخاطبه لنأتي به إلى الدولة؟ وإلا بدنا نعرضه ونعرض حالنا لتشنجات نحن بالغنى عنها. يعني تأمين الخطاب له المؤمن، وهون بترجع للنخب اللي يعني منم داخلي بالعمل السياسي اليومي، واللي نصها بيخضع للأنصار تبعها. يعني هذه الوجوه تشتغل بالعمل الوطني عمل يعني بشكل شفاف أكثر من محاكاة الغرائز. فلذلك أنا عم بنقلكم ما أختبره في البيئة الشيعية. افتتح الدكتور فارس سعيد اللقاء بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية الحوار حول قضايا أساسية تتعلق ببناء الدولة ودور الدستور كمرجعية لتحقيق هذا الهدف. كل همنا والتمني أن نبلور نحن وياكم إغناء هذه الورقة والذهاب إلى عمل مشترك سياسي. أولا، اخترنا الدفاع عن مبدأ قيام الدولة بعدما ناضلنا جميعا من أجل الدفاع عن لبنان الوطن. اثنين، قررنا اعتماد اتفاق الطائف والدستور اللبناني كنصوص مرجعية لبناء الدولة. ثلاثة، نعتبر أن تنفيذ الدستور للمرة الأولى منذ العام 92 هو المدخل الصحيح لاكتشاف ثغراته وإدخال الإصلاحات إذا لزم الأمر. أربعة، نؤكد أن لبنان على موعد مع المعاصرة في الاقتصاد والمال والمصارف والتبادل التجاري بهدف تأكيد التنافس مع القوى الإقليمية. خمسة، ندعم خطاب القسم وإعطاء الرئيس جوزيف عون الفترة اللازمة لإطلاق عملية بناء الدولة. ستة، نطلق تيارا سياسيا باسم الدستور أولا، وسنأخذ مواقفنا في السياسة انطلاقا من الكتاب أي الدستور أولا وقرارات الشرعية العربية والدولية ثانيا. سبعة، ندعو الأخوة العرب إلى بلورة نظام مصلحة عربية معاصر حيث العروبة تشكل رابطة ثقافية تتسع للجميع. هذا نص أنا رح سلمك إياه، شيء مكثف يعني نقاط. إنه الشيء اللي صار بالطائفة الشيعية فعليا أمر يعني متوقع، أن بلحظة من اللحظات أن تتخلى بين هلالين هذه الطائفة بأكثريتها عن لبنانيتها وتلتحق بطرف خارجي كإيران في سبيل تعزيز موقعها الداخلي داخل البنية اللبنانية أمام كل الطوائف مرت به. يعني المسيحيين عملوها مع الفرنسيين، السنة عملوها مع عبد الناصر ومع الفلسطينيين، وجاء دور الشيعة يجربوا انه كيف بدهم يسيطروا على البلد مثل ما حلمت الطوائف الاخرى بالسيطرة المنفردة على البلد.